علشان انا بحبكم النهارده هقولكوا على سر جمال وطعامة الاكل بتاعي اللي اي حد بيدوقه بيقول لي انتي عاملاه ازاي. النهارده هقولكوا على الخلطة السحرية او الخلطة السرية اللي بضيفها للاكل بتاعي بتخلي طعمه في منتهى الروعة والجمال. بس قبل ما نبتدي وصفتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعالوا بينا يلا نبتدي مع بعض. دي كل التوابل اللي هنحتاجها لوصفتنا النهاردة، اللي هتطلع لنا في النهاية خلطة سحرية هتغير مسار اي اكلة وهتخلي طعمها في منتهى الروعة والجمال. اول حاجة معانا النهاردة هي الروزماري والزعتر، نص كوباية من الروزماري ونص كوباية من الزعتر. كمان معانا نص كوباية من الكاري وربع كوباية من الكركم، يعني الكاري ضعف كمية الكركم. كمان هنحتاج نص كوباية من الكزبرة وربع كوباية من الكمون، وهنحتاج نص كوباية من البابريكا وربع كوباية من البابريكا المدخنة، لكن لو مفيش بابريكا مدخنة هنكتفي بنص كوباية من البابريكا العادية وربع كوباية من القرفة وربع كوباية من الجنزبيل. والناس اللي خايفين من القرفة والجنزبيل ما تقلقوش، مش هتحسوا لهم بأي طعم، لكن هيدونا مع بعض كده طعم مختلف ومتميز جدا جدا. هنحتاج ربع كوباية من الفلفل الأسود وربع كوباية من الحبهان وملعقتين كبار من ورق اللورة وهو مطحون، يعني هناخد ملعقتين مليانين من ورق اللورة. كمان هنحتاج لنص كوباية من الثوم البودر ونص كوباية من البصل البودر، وده الثوم البودر والبصل البودر اللي احنا عملناهم من شهر 2 على القناة. زي ما انتوا شايفين بودر، ولا هو متكتل ولا متحجر. عايزة اقول لكم ريحتهم مركزة وقوية جدا جدا. دي كل التوابل اللي هنحتاجها لخلطتنا السحرية النهاردة، لكن لو حابين تعملوا خلطة معينة مخصصة للحوم هتستبعدوا الحاجات اللي لونها اصفر زي الكركم والكاري وكمان الجنزبيل، وهتضيفوا كبابة صيني وهتضيفوا جوز الطيب، وكمان هنستبعد ورق اللورة. انا بنصحكم لو هتضيفوا التوابل للشوربه ما تضيفوش التوابل وهي مطحونه، ضيفوها وهي صحيحه حبوب علشان ما تعكرش الشوربه وتغير لونها. دي التوابل اللي هي مش مطحونه، ودي التوابل اللي هي مطحونه وناعمه. هنجيب بوله وهنحط فيها كل الحاجات اللي هي ناعمه زي الثوم البودر والبصل البودر والكاري والكركم والهيل او الحبهان والقرفه والبابريكا، وهنقلبهم كويس كده مع بعض. دي الحاجات اللي هي مطحونة وناعمة. الحاجات اللي هي مش مطحونة هنجيب طاسة وهنرفعها على النار وهنبتدي نسخنهم شوية شوية. هناخد كل حاجة حجمها قريب من بعض علشان ما فيش حاجة تتساوى اكتر من التانية او تتحرق. هنفضل نقلب فيهم كده. احنا بنقلبهم على النار ليه؟ علشان مدة صلاحيتهم تطول اكتر، وكمان يبقوا فريش، والروايح العطرية اللي جواهم تنشط وتبقى مركزة وقوية جدا جدا. هنفضل نقلب فيهم كده على النار لغاية ما نبتدي نحس ان ريحتهم ابتدت تطلع. خلاص في المرحلة دي هطفي عليهم النار وهنزلهم في طبق علشان يهدوا، لان ما ينفعش اطحنهم وهم سخنين علشان ما يتكتلوش معانا. خلاص كده الكزبرة والكمون بقوا جاهزين. هنحط الطاسة تاني على النار وهنضيف الهيل او الحبهان وكمان الفلفل الاسود وهنقلبهم. وخلوا بالكم احنا مش هنخليهم على النار مدة طويلة علشان ما يتحرقوش، والتوابل كمان لو طولت على النار بيبقى طعمها ممرر، فاحنا بنقلبهم لغاية بس ما نبتدي نحس ان ريحتهم ابتدت تطلع. هنرفعهم من على النار ونحطهم في طبق علشان يهدوا ونطحنهم. التمام كده خلاص بقوا جاهزين معايا. بعد ما هيهدوا هنبتدي نطحنهم. انا دلوقتي حطيتهم في كوبايه علشان اقول لكم ان الهيل او الحبهان مع الفلفل الاسود كانوا نص كوبايه مع بعض، يعني ربع كوبايه من الهيل وربع كوبايه من الفلفل الاسود. هنرفع الطاسة تاني على النار وهنضيف فيها الروزماري والزعتر وهنقلبهم كويس. وخلوا بالكم الروزماري والزعتر ما بياخدوش فترة طويلة على النار علشان هم يعني مش حبوب تقيلة او متحجرة، فهم ما بياخدوش فترة طويلة على النار. هنفضل نقلب فيهم كده ومش هنرفع ايدنا من الطاسة علشان ما ياخدوش اي لون غامق. بعد ما سخنا كل التوابل خلاص كده احنا هنسيبهم لغاية ما يهدوا خالص، وبعدين هنبتدي نطحنهم.
انا حطيت في الكبه او في المطحنه بتاعه التوابل الكمون مع الكزبره، وحطيت عليهم ملعقه صغيره مليانه من ملح الليمون. وملح الليمون معانا يعتبر ماده حافظه، وكمان بيدي طعم ولذاذه ومزازه كده لاي وصفه احنا بنحط عليها التوابل بتاعتنا دي. بضيفهم بعد كده ما طحنتهم كويس خالص لباقي التوابل الناعمه وبقلبهم. احنا معانا مكونين انا ما حطيتهمش مع باقي المكونات، هفكركم بيهم. ملعقتين من ملح الليمون وملعقتين من الملح العادي، هوزعهم على كل مطحنه انا هطحن فيها التوابل. هنا خلاص انا طحنت الفلفل الاسود مع الحبهان وحطيت عليهم ملعقه مليانه من الملح العادي، علشان هم حبوب قاسيه شويه فبيحتاجوا يطحنوا مع الملح علشان يدوني النتيجه الجميله دي. بعدين انا حطيت الروزماري مع الورق اللورا، كسرت ورق اللورا وحطيته معاهم، وبعدين حطيت عليه ملعقه مليانه من الملح العادي علشان يطحنوا كويس معايا. ممكن نحط عليهم برده نص ملعقه من ملح الليمون. المهم في النهايه انا مش عايزاكم تتلخبطوا، هنحط التوتال ملعقتين كبار مليانين من الملح العادي وملعقتين صغيرين مليانين من ملح الليمون. انا طحنت باقي المكونات خلاص، ده ورق اللورا مع الروزماري. خلاص كده احنا خلصنا كل التوابل اللي معانا وحطيناهم على التوابل الناعمه، ادونا اللون الجميل ده. عايزه اقول لكم الريحه بتاعته رهيبه رهيبه رهيبه، يعني قلبت البيت كله. الريحه بتاعته من كتر ما هي جميله بتفتح النفس وبتجوع. ده شكل البهارات الجميله السحريه بتاعتنا اللي زي ما قلت لكم لو حطيناها على اي وصفه بتقلب الموازين تماما، بتغير الطعم وبتوديه في حته تانية خالص، بتخلي الاكله بتاعتك مميزه جدا جدا جدا. شايفين ناعم ازاي؟ الملعقه دي انا بسميها الملعقه السحريه. هقول لكم دلوقتي احنا هنحتفظ بيهم ازاي. الكميه دي كبيره جدا على فكره، بتكفيني سنه كامله. بحطهم في اكياس وبقسمهم كده، انا حطيتهم في 4 اكياس ونص، يعني كل كيس من دول مج كبير مليان. بحتفظ بيهم في الفريزر، بيفضلوا بودرة زي ما هما كده بنفس ريحتهم المركزة، بيقعدوا معايا سنة. لو عايزه تحتفظي بيهم في التلاجة مش في الفريزر، هتحطيهم في برطمان ازاز وهتحطي في قاع البرطمان شاشه فيها كميه صغيره من الرز، وهتقفلي على الرز وهتحطيه في قاع البرطمان وهتحطي عليه كميه التوابل، وهتكبسي البرطمان كويس جدا علشان ما يدخلهوش كميه كبيره من الهواء، علشان يفضل معاكي التوابل بنفس ريحتها المركزه دي اطول فتره ممكنه. التوابل دي احنا بنستخدمها في تتبيل الفراخ المشويه واي فراخ، المندي والفراخ المشويه في الفرن والمشويه على الفحم، وكمان بنستخدمها في الشاورما وفي البانيه وفي اكلات كتيره جدا جدا وفي المسقعه. انا هعمل معاكم وصفات كتيره على القناه وهتشوفوا قد ايه استخدامات الملعقه السحريه دي لا تنتهي. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهارده تكون عجبتكم وافادتكم، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات ولايك وشير لو كان عجبكم الفيديو.